السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح اقليم ارض الصومال المتمرد اعلن رسميا ان من حق اثيوبيا يكون ليها منفذ بحري بيطل على البحر الاحمر، وقال احنا بندرس الموضوع ده بجدية، ومن المحتمل ان احنا ندي لاثيوبيا المنفذ اللي هي محتاجاه. طبعا الصحافة الاثيوبية قعدت تهلل وعملت ضجة كبيرة جدا على مجرد تصريح تلفزيوني لوزير خارجية لما يسمى ارض الصومال، علشان الرد المصري يا صديقي يكون رد قوي وسريع جدا. في اقل من ساعتين كان الرئيس الاريتري اسياس افوركي موجود في مصر وبيقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنسيق المواقف. كلنا عارفين ان اريتريا كانت جزء من اثيوبيا وانفصلت من فتره طويله، واثيوبيا كانت بتحاول بقدر الامكان ان هي تستردها لكن ما قدرتش. وطبعا الدعم المصري اللي هنحاول نشرحه مع حضراتكم دلوقتي هيكون له دور كبير جدا في اللي فات وفي اللي جاي. مصر يا صديقي شايفه وعارفه نوايا اثيوبيا من بدري، ما احنا دوله بقالنا 10000 سنه. يعني المواقف دي بيحاولوا ان هم يعملوها مع مصر كل 100 سنه بطرق مختلفه حسب طبعا التطويرات اللي بتحصل في العالم. فاحنا عارفين وشايفين كل التحركات، علشان كده بنبقى سابقين دايما بخطوه. مهم جدا يا صديقي ان حضرتك تكون عارف ان اخطر مكان موجوده فيه مصر في القرن الافريقي في دوله اريتريا. مصر بتعمل مجمع عسكري في اريتريا، وعملت كليات عسكريه، وعملت ميادين في اريتريا، وبتدرب الجيش الاريتري وبتطور المواني. مصر عملت طرق وكباري في اريتريا واوصلت الكهرباء من السودان لاريتريا. مصر عملت طريق من اريتريا بيختصر المسافه ومباشره على الحدود الاثيوبيه، وده تطور كبير. وده طبعا كله في الاخر بيصب في مصلحه مصر، لانها بتحاول تعمل تطوير لاثيوبيا. مهم جدا ان حضرتك تكون عارف ان مصر كسرت حظر التسليح على الجيش الاريتري وامدته باكبر صفقات عسكريه خلال الخمس سنوات الماضيه. وطبعا سلاح الجو المصري درب السلاح الجوي الاريتري وامده بصفقات عسكريه ضخمه جدا. عايز اقول لحضرتك ان البحريه المصريه النهارده بتعمل دوريات من اسكندريه مرورا بالسودان، مرورا باريتريا وجيبوتي والصومال. ما الناس دي كلها اصدقائنا، الدول دي كلها مصر كانت سابقه بخطوه وعملت مشاريع كبيره هناك. وطبعا ما ننساش البعثه المصريه الموجوده في الصومال. فاحنا بنحاول نطوق اثيوبيا من كل اتجاه، والصحافه الاثيوبيه مقلوبه يا صديقي، وبتقول ان مصر بتدعم الانفصاليين في الداخل الاثيوبي. وطبعا مصر زي ما حضرتك عارف ولا ردت بالنفي ولا بالتاكيد. المعركه الكبيره يا صديقي هتكون في القرن الافريقي. سيبك من معركه ايران واسرائيل تماما، المعركه في القرن الافريقي هتقوم في يوم وليله بالبلدي، لان باب المندب والبحر الاحمر هو ده المكان الاستراتيجي، وطبعا المنفذ اللي هيكون عليه صراع كبير جدا. مصر مش هتسمح لحد يتحكم في باب المندب وقناة السويس، فالمكان ده هو اللي هيكون الصراع الحقيقي في الفترة القادمة. اثيوبيا عايزة تعمل كبيرة في المنطقة، فعلشان النهاردة تعمل كبيرة لازم تتصادم مع الكبير بتاع المنطقة، والكبير في المنطقة مين؟ مصر طبعا. لكن مصر مش معتبره ان اثيوبيا ند ليها تماما، وبتتجاهلها في كل شيء بتعمله. اللي عايز اقوله لحضرتك يا صديقي ان مصر شايفه كل التحركات في المنطقه، والمنطقه بتتغربل بالبلدي، وبيتعاد تشكيل النفوذ في منطقه الشرق الاوسط بالكامل، وكل واحد هيكون له ادوار مختلفه عن ما قبل حرب اسرائيل وغزه، لان المنطقه بتتغير فعليا بتتغير. لكن ستظل مصر الدوله الاقدر بقياده منطقه الشرق الاوسط، وستظل مصر برجالها ومخابراتها ومؤسساتها وجيشها وشرطتها ورئيسها وشعبها هي الاقوى في منطقه الشرق الاوسط، شاء من شاء وابى من ابى. ما تنسوش الاشتراك في القناه وخريج ابتدائي.